انت اليوم انت تعيشين الفتره الذهبيه، صح. وصلتي الهدف اللي تريدي؟ لا. طب طماعة. شنو الجاي اللي تنتظريه؟ يعني شوفي، الاستمرارية أصعب من النجاح. النجاح بعالمنا حاليا، بعالم التكنولوجيا والسوشيال ميديا، صار سهل. أي واحد ممكن ينجح من خلال أي بلاتفورم يعني موجودة بعالمنا، بعالم الميديا. بس الاستمرارية بالنجاح أصعب. هو هذا اللي القلق العايش وياي. صبرت كثير رحمه حتى وصلت الهدف؟ طبعا أنا يعني من أول ما بديت يمكن أعشق الفن أو أطمح أني أكون مغنية من الصغر، بس احترفت بعمر خلينا نقول 16 سنة، وبديت من عمري 16 سنة إلى هاي اللحظة، خلينا نقول إلى قبل 4-5 سنين. يلا رحمة شمت النفس حلو. وأخذت. مريتي بمراحل متعددة، شاركتي من عمر 17 سنة في برنامج رياليتي شو، صح. شاركتي بأكثر من برنامج، نجم الخليج وغيره. إيه. لكن تصلين إلى مكان ما، بس الفرحة ما تكتمل. 100%. حدثيني عن هذه الفترة، شنو كانت مشاعرك وشلون قدرتي تصرين حتى توصلين؟ يعني أول شيء الله يطول بعمر والدتي، يعني هي كانت المحفزة، وهي كانت أبداً ما تيأس. يعني كنت كل ما أني أوصل لمرحلة يأس، أنه مثل ما قلتي أوصل للذة النجاح بعدين تنسحب مني تروح لغيري، كانت هي الداعم. يعني عادي، مو مشكلة، كملي، ما يخالف. أوصل لمرحلة اليأس تلزمني تقول لي عندك وراح توصلين، وتذكريني وحاولي ماما وصبري. حلو. وفعلا دعمها هي وزائد صبري. أنا شخص جدا صبور، وأؤمن أؤمن برب العالمين، أنه دائما ينطي الإنسان كل شيء بوقته.